الوصفتين اللي هتشوفهم دلوقتي متصنفين اكتر وصفتين برجر جوسي في العالم، ومش اي حد بيستحملهم. انا مش متخيل النتيجه في الاخر، بس خلونا نبدا بالوصفه الاولى. طيب الوصفه الاولى بقى بتقول ايه؟ احنا بنحط تلتين لحمه على تلت زبده. ايوه، اللحمه بدهونها اللي هي اصلا فيها 30% فاتس بنحط نص كميتها زبده. فاحنا هنا وزننا 200 جرام بالظبط لحمه، وحطينا قصادهم 100 جرام زبده. الزبده لازم تيجي مجمده وبعدين تبشرها عشان نحط اللحمه على الزبده ونبتدي نعمل شكل البرجر، وقطع الزبده تدخل في كل حته في اللحمه. بس قبل ما نسوي اللحمه بنحمص العيش نفسه، نحطه هو كمان في الزبده، ما جاتش عليه، لحد ما ياخد التحميره الحلوه دي ونركنه على جنب ونبتدي نسوي البرجر. طبعا اول ما حطيناه انفجار ريحه زبده في المكان، بدا يفتح كده شويه بحكم ان الزبده بتسيح، بس كملنا التسويه وقلبناه لحد ما كل الزبده اللي جواه ساحت ودخلت في كل نقطه من اللحمه من جوه. وطبعا ما نسيناش نتبل بالملح والفلفل من الناحيتين. ولو فاكرين ان الموضوع خلص، ابدا، احنا كمان بنحط شريحه جبنه من فوق عشان نوصل في الاخر للنتيجه دي، دهون اكتر، جوسز اكتر، برجر طعمه غريب. هل ده يعتبر تصلب شرايين؟ بس الطعم غريب، انا ما دقتش في حياتي الطعم ده. طعم الزبده موجود بس مش دي الحلاوه. الحلاوه عشان الزبده كانت جوه اللحمه، فهي اللي كانت بتسويها. زائد كمان ان الزبده لما ساحت وهي متغلغله في كل حته في البرجر، فاللحمه من جوه شربت اغلب الزبده دي. طعم بطري بس من هنا للصبح. وموضوع ان الزبده هي اللي سوت اللحمه ده خلاها من جوه طريه بشكل غريب. ده فعلا بالنسبه لي اطرى واجوس برجر انا اكلته في حياتي. بس طبعا تقيل جدا. الساندوتش اللي انتم شايفينه ده انا يا دوب كلت ربعه بالعافيه. الوصفه الثانيه بقى المفروض انها جوسي اكتر كمان. زي ما انتم شايفين الشكل النهائي بتاعها، تعالوا اقول لكم وصلنا له ازاي. الاول بنبدا بثلاث كور برجر جنب بعض، بنحطهم في الطاسه ونبتدي نضغط عليهم عشان يبقوا قريبين شويه من السماش برجر. بنتبل طبعا بالملح والفلفل، نقلب نتبل تاني، واخر دقيقه قبل ما يستوي بنبتدي نحط واحده جبنه على كل واحده برجر ونسيب الجبنه لحد ما تسيح. نيجي بقى للعيش، كنا محمصينه اصلا في زبده من الاول، نحط عليه كمان طبقتين زبده، واحده في الوش وواحده في الظهر، عشان نرص عليهم الثلاث قطع برجر بالجبنه اللي عليهم. فيبقى فيه زبده بتسيح من تحت، زبده بتسيح من فوق، جبنه سايحه في النص فوق برجر اصلا مستوي في الزبده. بص، هو نفس بالظبط التجربه بتاعت البرجر اللي فات، بنفس طعم الزبده القوي، بنفس التسويه اللي هي طريه جدا رغم ان احنا مش حاطين جواه زبده، بس الزبده اللي تحته في التسويه كانت كتير. الفرق الوحيد ان طعم الجبنه هنا فارق. اولا فارق في دهون اكتر طبعا، وثانيا فارق في الطعم. طيب الخلاصه بقى، تجربوا مين من الاثنين؟ ما تجربوش ولا واحد، لانه تقيل جدا جدا، ولانه على قد ما الزبده الطبيعيه الحيوانيه مفيده جدا وكل حاجه، بس في النهايه دي سعرات كتير قوي ودهون كتير جدا مره واحده. احنا بنجرب مكانكم عشان ما يبقاش فايتكم حاجه، بس برضو ممكن تجرب مره مثلا من باب الاستمتاع، لان هو فعلا طعمه حلو. ولو قررتوا تجربوه قولوا لنا رايكم في التعليقات.